التفاصيل الفنيه بعد تقرير المباراه وبعد تشكيل الفريقين، بس هنروح دلوقتي مره ثانيه مع محمد سعيد من ارض الملعب. اهلا بك استاذ خالد واهلا بالضيوف الكرام في الاستوديو. يمكن النهارده معايا بالتاكيد اسامه مسعد نور نجل الكابتن مسعد نور، وجنى مسعد نور بنت الكابتن مسعد نور الاحرام. اسامه النهارده رغم ان المباراه في الدوري الممتاز، لكن انا اشعر في استاد بورسعيد دلوقتي حالا ان هي مباراه تأبين، مباراه تكريم للكابتن مسعد نور. والله الحمد لله. انا الاول بشكركم وبشكر استوديو التحليل كابتن خالد توحيد وكشيخ طه اسماعيل وكابتن عصام عبد المنعم. الناس دي انا بكن لهم كل احترام وتقدير، وبشكركم وبشكر الجمهور ده كله على الروح الكويسه اللي عملوها لوالدي. واهم حاجه ان ربنا ندعي له كلنا ان ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته. نشروا النهارده واحنا في مباراه جماهيريه زي دي والناس كلها متابعانا، كابتن مسعد نور خد حقه فعلا النهارده في المباراه. من اللي شفنا شاشه الاستاد عرضت لقطات ليه، والجمهور النهارده كل بورسعيد رفع لافتات للكابتن مسعد نور في الاستاد. الحمد لله رب العالمين. انا يكفي حب الناس لابويا، الحمد لله رب العالمين. ده اللي راضيني نفسيا، يعني فراقه صعب بس انا مرضي نفسيا من حب الناس ده كله. الظروف كانت اقوى منك، انا عارف النهارده هم بيشغلوا اهداف للكابتن مسعد ولقطات ليه، حتى كانت معظم اللقطات كانت مع مسؤولين النادي الاهلي. عيطت ودمعت، افتخرت الكابتن مسعد لان الملعب ده شهد لحظات تاريخيه للكابتن مسعد نور، لان كان جاله عروض احتراف رفض وفضل مكمل في بورسعيد. والله حضرتك انا والدي ما كانش ابوه، يعني كان اب وصديق، يعني انا افتقدت اعز صديق ليا وابويا. فيا رب يا رب ان شاء الله يسكنوا فسيح جناته كده ويعني ويثبتوا عند السؤال. والنادي المصري ده بيتنا، يعني طبعا ابويا ضحى عمره كله في النادي المصري، وانا طبعا تاني من خلال حضرتك بشكر قناه الاهلي ان هي سباقه متابعانا لحظه بلحظه من ساعه الوفاه، من ساعه ما كنا في المستشفى. بشكركم جدا 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 جدا، وبشكر كل القائمين على القناه، وبشكر كابتن خطيب على حضوره واجب العزاء في بورسعيد، وبشكر حضرتك وبشكر كل استوديو التحليل. استغل الكلام الجميل اللي انت قلته، الروح الطيبه بين مسؤول الاهلي ومسؤول المصري كان مع كابتن مسعد نور النهارده. احنا شفنا الاحداث اللي حصلت، رايك فيها ايه وتدي رساله لجمهور الكره المصريه لا سيما جمهور الاهلي وجمهور النادي المصري؟ والله حضرتك يعني ده ماتش، احنا دلوقتي الماتش ده جه من خلال اول ماتش بعد وفاه والدي. فانا يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الناس يعني تبقى في روح رياضيه في الملعب، واتمنى ان يبقى في ماتش كويس، الناس تحب تتفرج على ماتش كوره زي زمن الفن الجميل، زي جيل كابتن خطيب وكابتن ماهر همام وكابتن مصطفى يونس. كان في كوره وبرده في كوره، بس المشادات والمشاحنات دي اللي بتخلق روح العداوه بين الفرق. فانا طبعا بناشد جمهور بورسعيد وبناشد جمهور الاهلي، كلنا اخوات في الله طبعا سبحانه وتعالى، ويا رب يا رب ان الماتش يطلع يعني في خلال الروح الرياضيه المطلوبه، عشان كان نظرا للظروف اللي البلد فيها. يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يبقى جيم كويس ان شاء الله باذن الله. جنى تقولي النهارده ايه في شايفه صوره بابا؟ ايوه يا استاذ خالد. لا مفيش حاجه محمد، اتفضل. اوكي جانا، شايفه النهارده صوره بابا موجوده في الاستاد والملعب، تحبي تقولي ايه عن اللحظه ديت وانت موجوده في الاستاد لكن بابا مش معاكي؟ الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه ويوصل طياري ويوديك جنه. لما شفت صوره بابا النهارده في الملعب في وسط الجمهور ده كله حسيتي بايه طيب وانت لسه طفله صغيره مش هتقدري تعيشي مع بابا الفترات الجايه؟ حسيت البابا موجود. الله يرحمه، بالتوفيق ان شاء الله يا اسامه المرحله الجايه، وان شاء الله باذن الله تفتكروا الوالد في ذكريات طيبه باذن الله. شكرا وبشكركم وبشكر قناه الاهلي وبشكر استوديو التحليل. استاذ خالد توحيد، يمكن ده لقاءنا مع اسامه مسعد نور نجل الكابتن مسعد نور، لكن في اللحظات اللي بكلمك فيها دلوقتي فريق النادي المصري بيجري عمليات الاحماء، وبالنسبه للنادي الاهلي لسه اللاعبين لم ينزلوا ارض الملعب، لكن الكابتن احمد ناجي دلوقتي بيجري عمليات الاحماء بالنسبه لاحمد عادل عبد المنعم ومحمود ابو السعود. لسه في انتظار لاعبي النادي الاهلي، يمكن باقي على المباراه نصف ساعه لسه اللي ابتدت اللعيبه احنا شايفين اهو دلوقتي فعلا ابتدى جمهور النادي الاهلي حتى يرفع الاعلام
بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، وهو احنا شايفين لعيبه النادي الاهلي قادمين من اقصى بالنسبه للشمال، بالنسبه للارساد بورسعيد احمد السيد في المقدمه، سيد معوض، محمد شوقي، وائل جمعه، حسام غالي، ومحمد ابو تريكه، واسامه حسني، محمد بركات، حسام عاشور، احمد فتحي. ده التشكيل الرسمي النهارده والاساسي بالنسبه لفريق النادي الاهلي. حالا هو لسه نازلين زي ما انتم شايفين حضراتكم، فريق النادي الاهلي لسه نازل حالا وقبل بدايه المباراه بنصف ساعه. طاقم تحكيم بالنسبه لملعب المباراه حضروا حوالي الساعه 6:10 حضروا متاخر جدا، لكن اول ما جم لارض الملعب نزلوا شافوا الاول الاجواء عامله ازاي، وكان بيرافقهم المراقب الكابتن محمد صقران. كابتن محمد صقران مراقب المباراه، اتكلمت معاه عن الاحداث اللي حصلت، هل انت كمراقب للمباراه كان في اي تعليق عليها او بتاع؟ قال لي ما حدش بلغني باي حاجه، انا سمعت زيك زي اي حد بلغني يعني زي الاعلام، لكن ما حدش جه بلغني بشكل رسمي سواء بالنسبه لفريق النادي الاهلي او بالنسبه لفريق النادي المصري. وانا المباراه بالنسبه لي مستقره ومفيش اي مشاكل، والمباراه هتبدا في موعدها تمام الساعه 7 مساء دون اي ازمات او دون اي مشاكل. استاذ خالد، ده كان كل من جديد هنا من ارض الملعب. اذا كان لديك اي حديث او اي استفسار خاص بالنسبه للمباراه انا تحت امرك. اشكرك.